السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا زي ما انتم شايفين كده، طبعا احنا صحينا الصبح. ده كده المنظر بتاع المطبخ بتاعي اهو. دي كده كمية اطباق وحاجات كنت غسلها من بالليل، وهنا كده مطلعه الحاجات اللي هعملها غدا. ده طبق كده كنا بنفطر، والحاجات بقى مكان الفطار ومكان الغدا امبارح. بصوا الدنيا بايظه ومتركبه. طبعا انا عندي شويه غسيل صغيرين كده، بس عشان الشمس طالعه والجو حلو النهارده فقلت اغسلهم. انا طبعا شغلت الغساله. اول حاجه غسلت هدوم جوري، هي اول حاجه بغسلها، هي والفوط وكده. فهي دلوقتي الغساله شغاله، هي هتشطفهم بقى وهخلص الدنيا هنا عشان برضو شويه هدوم صغيرين كده، بس قلت اعملها. تعالوا بقى اوريكم كده الشقه. بصوا ادي الصاله اهي، ماشي. هنا طبعا عايزه تتكنس السجاده بايظه، وده كده برضو عايز يتشال يتحط في الجزامه. وهنا اوضه النوم تعتبر هي اللي نضيفه شويه. طبعا انا كنت مغيره الملايه والدفايه وكنت فرشه دول كده ومظبطه الدنيا، بس فاتحه الشباك عشان زي ما بقول لكم النهارده الشمس حلوه. بصوا الشمس داخله على السرير ازاي، فقلت ايه تهوي الاوضه وكده. وهنا طبعا مكان ما كنت بغير الجوري وبديها الدواء عشان هي تعبانه، ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل اولادنا. بقالها فتره اخده دور جامد والله، سخونيه ببرد بكحه بحاجات كتير كده. فادعوا لها كده ربنا يشفيها يا رب. وعايزه اقول لكم ان انا كمان تعبانه، بصوا الدواء وكمان جوزي تعبان، كلنا بصراحه تعبانين خالص، واخدين دور جامد كده. وكنا كاشفين بقى وجايبين العلاج وكده. فحتى العلاج بتاعي هنا والعلاج بتاع جوري والحاجات هنا على الكوميدينو بتاعها ده. طبعا دي ازازه الميه بتاعتها ميه معدنيه بشربها لها، او ساعات بشربها ميه من الفلتر. بس هنا بقى هشيل الدفايه دي لان هي برضو مش نضيفه، علشان طبعا عايزه اكنس الشقه كلها، لان بقالي كتير ما كنستش الشقه عشان طبعا تعب جوري وكده. ما كنتش بعمل اي حاجه في الشقه خالص. فانا بقى هسيب الشقه هنا تتهوى كده مع الشمس، الاوضه قصدي، لان هي كمان مدخله هنا كده ايه، نور للشقه وكده. وهنا تعالوا بقى اوريكم كده في اوضه الركن عامله ازاي. بصوا بقى هنا زي ما انتم شايفين كده، اوضه الركن هي اللي بايظه خالص عندي بصراحه من جوري وكده. بصوا طبعا هنا العابها مرميه في الارض في كل حته. بصوا بقى هي عامله ايه في الركنه. بصوا مكان بتاكل جبنه او حاجه وتروح ملغوصه الدنيا. بصوا الركنه عندي بايظه كلها خالص كده، شايفين عامله ازاي؟ شايفين؟ وهنا برضو بصوا هنا شايفين عامله ازاي. طبعا انا بقالي كتير اصلا ما شلتش المفارش دي اللي هي الحافظات دي، انا هشيلها دلوقتي عشان اغسلها وانا بغسل بالمره. بصوا هنا مكان ما كنت بصلي. بصوا انا دلوقتي بقيت بعمل ايه، كنت الاول لما بصلي برتب الحاجه وبحطها، دلوقتي بسبب جوري هو بقيت برمي الحاجه عشان اشوفها مثلا تكون بتعيط تكون بتعمل حاجه وبعدين اقوم اعملها. وهنا طبعا كان عندي الايه، الازاز ده مكسور كده زي ما انتم شايفين، فامبارح جوري اتعورت منه وصباحها خر دم. وشايفين بقى الحاجات اللي جوه مش نضيفه خالص. انا دلوقتي برضو هشيل الازاز ده وهمسحه وامسح كل الحاجات اللي تحت، واخلي الناحيه الازاز دي اخليها جوه هناك كده عشان جوري ما تعرفش توصل لها. وطبعا هنا حاطه لها الفوطه دي كده عشان هي بتقف اكتر، وقفتها في الحته دي تبقى سانده كده على الترابيزه، تقعد تتفرج على الشاشه وتبقى واقفه في الحته دي يعني. فانا حاطه لها دي كده عشان متبقاش واقفه على البلاط. فانا دلوقتي بقى بصوا انا شلت الحافظه اللي كانت هنا حطيتها بره على البلكونه اهي علشان انضفها وكده. طبعا انا عايزه برضو اسيق البلكونه. بصوا هشيل بقى الحافظه دي كده، هنا الشبشب هشيل الحافظه دي كده واسيق البلكونه هنا الاول كلها واظبطها عشان لما نشر الغسيل وكده وامسح السور مكان الدنيا ما كانت بتشتي وكده امبارح وكان عامل تراب فشكلها مش نضيف خالص. فانا دلوقتي اول حاجه هشيل الحاجات اللي في البلكونه دي واسياها، وبعدين ادخل بقى على الاوضه. هنا هشيل الحافظات دي زي ما قلت لكم كده، ماشي. واشيل طبعا اللعب بتاع جوري دي كده اركنها دلوقتي في الكرتونه بتاعتها، واظبط هنا الركنه وانضفها وامسح كل الحاجات اللي جوري عاملاها في الركنه دي. وبعدين في الاخر خالص بقى باكنس واطلع على بره عشان ايه اخلص يعني بره. فدلوقتي واحده واحده خليكم معايا وهوريكم برضو انا هعمل ايه. زي ما قلت لكم ادي المساحه اهي وفوطه كده اللي همسح بيها السور، وجبت شويه ميه. بصوا السور مش نضيف اصلا. همسح بقى الاحبال كده وامسح السور، وبعدين ايه كوبا ميه كده في الارض وامسح بقى البلكونه دي كلها. طبعا انا سيقت بقى البلكونه ومسحت السور زي ما قلت لكم والاحبال وكل حاجه. البلكونه بقت نظيفه خالص اهي. كمان طلعت شويه هدوم دلوقتي هنشرهم. بصوا البلكونه بقت نظيفه. دلوقتي بقى هنشر الغسيل اللي انا طلعته ده هنا عشان الشمس وكده، واكمل بقى باقي الدنيا تاني جوه. دلوقتي بقى هدخل على اوضه النوم كده عشان اخلصها واقفل الشباك لان الدبان بقى كتير وكده. دلوقتي انا شلت بقى
الدفايه اللي كانت موجوده هنا. هكنس بقى كده بالمكنسه الكهرباء بسرعه هنا وهنا كده. هي الاوضه طبعا زي ما قلت لكم نضيفه مفيهاش حاجه. هنا كده هظبط الدنيا بقى واكنس هنا واقفل الشباك عشان الدبان ده كله. انا طلعت هنا المكنسه اهي. هبدا بقى ان انا اكنس هنا كده الاول واخلص واقفل الاوضه دي. هنا خلصت بقى زي ما قلت لكم، كنستها وظبطتها اهي. بصوا الدبان بقى، بصي دي رماس بنت اختي وجوري بنتي واقفين في البلكونه. طبعا انا جبتها عشان انا هعمل النهارده حاجات في الشقه وكده، فطبعا مش بعرف اعمل اي حاجه من جوري لان هي تعبانه زي ما قلت لكم، فجبتها كده ان هي تقف يعني معايا ايه تشيلها وكده. طبعا هنا خلاص خلصت اهو. هقفل بقى الشباك ده كده وطفي النور عشان يعني ايه الدبان ده بقى يطلع كده والاوضه تبقى نظيفه. وبقى كده خلصت الاوضه دي وقفلتها زي ما قلت لكم. قفلت بقى الشباك كده اهو. جبت بقى المعطر بتاعي، المعطر ده عطر بقى الاوضه كده واقفلها كده. خلاص بقى نطفي النور ونقفل الباب، يبقى الاوضه دي كده خلاص خلصناها وما فيهاش اي حاجه. الشباك ده انا ما كنتش بفتحه خالص علشان ايه الساعه وكده. بصوا بقى لي فتره ما فتحتوش. بصوا التراب عامل ازاي، مش عارفه باين لكم ولا لا. بصوا التراب اهو. فانا بقى هنفضه دلوقتي كده وامسحه واظبطه عشان لما اشيل بقى الحاجات الحافظات والحاجات دي يبقى التراب عليها ايه والركنه ما تتوسخش. فانا اول حاجه دلوقتي هنضف الشباك ده، وبعدين طبعا الترابيزه دي زي ما قلت لكم هنقل الازاز واظبطها، وبعدين بقى اشيل الحافظات دي وامسح الركن. هعمل الاول الشباك كده واظبطه. زي ما شايفين بقى انا خلاص هنا الشباك فتحته اهو وظبطته ومسحته ونضفت كل حاجه فيه. طبعا شلت الحافظات هنا زي ما قلت لكم اللي كانت على الركنه، وطبعا الارض كلها شلت الحاجات اللي كانت موجوده عليها لعب جوري والحاجات كلها حطيتها هنا. وهنا بصوا الخداديات بتاعه الركنه كلها طلعتها كده في البلكونه تتشمس هنا في الجنب ده اهي هنا كده. بس فهنا بقى دلوقتي هعمل ايه، هجيب فوطه كده وابدا بقى امسح الحاجات اللي انا قلت لكم اللي جوري عاملاها في الركنه دي زي اللي هنا واللي هنا والحاجات دي كلها كده واظبطها، واشيل طبعا برضو الحاجات دي عشان تحتها تراب وكده. بصوا هنا وانضف بقى كل اللي تحت ده. شايفين هناك برضو في حاجات كتير ازاي. هبدا بقى ان انا انضف كل ده وامسح الركنه كده واظبطها، وبعدين بقى ايه اكنس الارض واقفل الشباك ده طبعا عشان انا مبقتش بفتحه يعني في الشتاء وكده، وادخل بقى الخداديات اللي جوه دي ويبقى كده خلصت هنا. فانا دلوقتي اول حاجه بس همسح الركنه زي ما قلت لكم من الحاجات اللي مبوظاها جوري دي. وبعد كده هنا على فكره شلت الازاز ومسحته كله وظبطته تحت الترابيزه حتى شايفين الفرق. ودخلت الحته اللي هي المكسوره دي حطيتها جوه هنا. فهنا برضو ظبطت الترابيزه اهي وخلصتها. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده خلاص مسحت بقى كل الحاجات اللي كانت متوسخه هنا ومش نظيفه. بصوا ظبطتها كلها وظبطت الركنه هنا كلها اهي. بصوا هنا برضو مسحت كل حاجه، وهنا طبعا شلت دي ومسحت كل اللي كان هنا، وكل الحاجات اللي كانت بايظه هنا برضو مسحتها، واللي كان ورا هنا كل ده اتمسح واللي هنا. دلوقتي بقى انا كنت حاطه دي هنا نفضتها وظبطتها اهي. هبدا بقى ان انا احطها تاني مكانها هنا واكنس بقى واقفل الشباك ويبقى كده خلصت الاوضه، وادخل طبعا الخداديات من بره بقى من البلكونه. وعايزه اقول لكم ان انا مسحت طبعا البلكونه كلها ونفضتها، والنيش هنا كله اتمسح واتنضف. ما فضلش بس غير ان انا امسح النجفه عشان الدبان كان بيقف عليها كده، فانا همسحها برده واظبطها واروح اشوف جوري عشان بتعيط وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى هدخل على المطبخ كده عشان اظبطها عشان اعمل الاكل. طبعا دلوقتي بقى هشيل الحاجات اللي موجوده عليه دي اللي انا كنت غسلاها، واظبط كده الحوض هنا. دي طبعا البلاستيكيه مكان ما كنت بمسح بقى الركنه وكده والنجفه. هظبط هنا الدنيا كلها عشان اعمل الاكل، واشيل بقى الفوط والحاجات اللي موجوده دي كلها واظبط كده. عايزه اقول لكم ان الكهرباء قطعت وانا بغسل. بصوا الكهرباء فصلت اول مره تفصل بالنهار كده، فالغساله واقفه دلوقتي، فهسيبها بقى لما تخلص والكهرباء تيجي. بصوا لسه عندي الغسيل كتير قد ايه، فانا مستنيه بقى لما الكهرباء تيجي. فلما الكهرباء تيجي اخلص بقى واظبط الدنيا هنا واعمل الاكل واكنس طبعا الارض هنا واظبطها. فهخلص كده المطبخ يكون الكهرباء جت. طبعا عايزه اقول لكم بقى ان احنا دلوقتي بصوا العشاء اذنت يعني. بصوا عايزه اقول لكم ان احنا بالليل لان الكهرباء زي ما قلت لكم فصلت وانا بغسل، فقعدت ساعتين لغايه ما جت. هي اساسا مش عوايدها ان هي تقطع بالنهار عندنا، هي بتقطع عندنا من 10 ل 12، بس ما اعرفش النهارده ليه قطعت بالنهار، اول مره تعمل كده. المهم بقى على ما خلصنا وخلصت الاكل بقى وعملت الاكل واتغدينا، ودي كده بواقي الاكل اللي فضلت مني اهي. بس عشان طبعا لسه يعني بالليل جوزي بيجي فبحضره الاكل، فسايبه الاكل هنا مش هشيله، سايباه يعني لما احضره ايه يبقى سخن وكده. طبعا هنا بقى كميه المواعين والحاجات مكان بقى ما عملت الغدا وكده، فانا دلوقتي هغسلهم هنا واظبط الدنيا واكنس الارض. طبعا عندي هنا باسكت الزباله وجوري بنتي كسرت طبق،
فعلى طول بيتكسر من عندي حاجات كتيره، بس مش مشكله يعني. بس فهنا بقى هبدا كده ان انا اغسل المواعين دي زي ما قلت لكم واظبط الدنيا. طبعا انا خلصت الغسيل. بصوا انا خلصت الغسيل خلاص وقفلت بقى الغساله هنا وظبطت الحمام بتاعي اهو. طبعا انا بفرش فوطه هنا في الارض عشان لما حد بيغسل وشه او يغسل اي حاجه ما بحبش يعني البلاط بتاع السيراميك بتاع الحمام ان هو يبقى مبلول. بس فهنا الدنيا عندي تمام اهي. تعالوا بقى اوريكم الغسيل بره. ادي الغسيل اهو كله، نشرت بقى كل الغسيل كده. طبعا زي ما بقول لكم احنا بالليل بعد العشاء. طبعا هنا زي ما انتم شايفين خلصت الاوضه بقى كلها اهي وظبطتها. بصوا انا شلت طبعا المفارش زي ما شفتوا كده وان انا نشرتها بره، وفرشت هنا الحافظه الصغيره دي لان انا غسله الحافظه الكبيره غسلها كده مع الغسيل، فانا فرشت الصغيره دي هنا في الارض بقى وكده عشان ايه تحمي السجاده، لان بصراحه لما بسيب السجاده كده بتبوظ خالص من جوري وكده. بس فهنا بقى السجاده اهي نضيفه. وهنا بره طبعا كل ده انا كنست بقى بالمكنسه الكهرباء وكده وظبطت الدنيا هنا كلها. بصوا طبعا اوضه النوم انا وريتها لكم ان هي كانت نظيفه وما فيهاش اي حاجه وخلصناها. فهنا خلصت وهنا وادي الاوضه اهي. طبعا فاضليش بس غير الشويه اللي قلت لكم عليهم اللي هم في المطبخ، فانا دلوقتي هعملهم وهخلص. يبقى كده خلصت الروتين بتاعي معاكم النهارده. فيا رب كده بقى الفيديو يكون عجبكم، فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني جديد على خير، ومع السلامه.